أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله في كتابه العزيز: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. النهارده هنتكلم عن العدد 80 جلدة، وذكر في القرآن الكريم مرة واحدة فقط لا غير في هذه الآية التي هي الآية رقم 4 في سورة النور، اللي ترتيبها في المصحف 24. ترتيبها في المصحف 24 وعدد آياتها 64. نيجي نربط الآية رقم 4 مع ترتيب العدد 80، هنلاقيه ترتيبه 20 زائد 4 بيساوي 24 رقم السورة. والترتيب بتاع العدد 80 هو 20 في 4 بيساوي 80، وادي 80 كمان 80 جلدة. سورة النور رقمها 24 منورة ال 24 ساعة، دستور، تشريع، أحكام. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، 4 كمان في الآية رقم 4، و4 في 4 ب16، و16 هي كلمة التراب، تراب تساوي 16. هتستغرب من الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. 4 تساوي 57. أركان الإسلام 5 لل7 سماوات وال7 أراضين، وهذا من تشريع الله ومن الأحكام ومن الدستور في القرآن الكريم. الذين يرمون المحصنات، أول حاجة 64 بتساوي 8 في 8، 8 حملة العرش 8، وعدد أبواب الجنة 8. ولما نيجي نعكس ال 64 هنلاقي 46 عدد كروموسومات الإنسان، اللي هو مخلوق من إيه؟ من تراب، ما تنساش. و64 عبارة عن 32 في 2، وال 32 يا سبحان الله تطلع على القرآن الكريم تلاقي سورة السجدة، وانت بتسجد ايه؟ مرتين. رمي المحصنات لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إن لم يأتوا بأربعة شهداء لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سورة الهمزة التي ترتيبها 104، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة تشريع تاني،
ويل، أولئك هم الفاسقون، وويل لهم كمان الذين يرمون المحصنات ويشيعون الفاحشة وينقلون الكلام، والمنافقين والناس اللي بتغتاب بعض. خاف ربنا بقى، اسمع، ويل لكل همزة لمزة. الفتنة، نقل الكلام، الغيبة والنميمة. خاف ربنا، سبحان الله. ويل لكل همزة لمزة هي السورة رقم 104 وعدد آياتها 9. ولما نشوف سورة النور نلاقيها 24. 104 ناقص 24 يديك 80. ايه الإعجاز ده؟ طب ما نيجي بقى نشوف كلمة 80. ثمانين تساوي 107. سورة الماعون اللي احنا في التوقيت ده محتاجين كلنا نتعاون مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا على الأقل في درء الفتنة. الفتنة أشد من القتل، والناس اللي بتغتاب الناس، الغيبة والنميمة. اتقوا الله. هنشوف سورة النور 24 وعدد آياتها 64. نلاقيهم كام؟ لو جمعناهم على بعض يطلع 88. 88 نجيب كلمات بتساوي 88 هنلاقي كلمة الإنسان بتساوي 88 والصلاة تساوي 88. ده حتى بالإنجليش، الإنجليش كلمة مارو اللي هو النخاع اللي بتصنع فيه الدم بيساوي 88. يبقى جبنا تراب وكروموسوم وإنسان من سورة النور. إبداع وهندسة إبداعية غير عادية، لأنها منين؟ من الواحد القهار. معلومة بقى النهاردة هي معلومة قرآنية. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة التي عدد آياتها 286 آية. فيها أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، وآية الدين هي الآية رقم 282. 286 6 في 8 ب 48 في 2 ب 96 وال96 نطلع على سور القرآن الكريم نلاقي ايه؟ سورة العلق. أول ما نزل من القرآن الكريم هي سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ستة وتسعين 6 زائد 9 بيساوي 15. ركز معايا كويس قوي. 15 وإيدك أهي 81 لا 96. 15 زائد 81 أهي إيدك أهي 96. ولو جبت سور القرآن الكريم 114 طلعت منهم 18 تطلع كام؟ صح 96.
إعجاز. إعجاز بمعنى كلمة إعجاز، لأنه ببساطة قوي الأعلى، الأعلى، وصورة الأعلى هي الصورة رقم 87. 87 7 زائد 8 15. نرجع ل15 81 96 78 و87. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة بكرة. وحلقة بكرة على فكرة هي الرقم 99، وهتصادف إن هي هتبقى العدد في ترتيبه 21، أول الأعداد الفردية لليلة القدر. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.